بالنسبة لقسم الصوامع في مديرية الطبقة، نحن عندنا 4 صوامع رئيسية بالمنطقة. هي منطقة الطبقة طبعا هي صومعة البوعاصي البيتونية، سعتها التخزينية ب100,000 طن. وفي عندنا صومعة بيتونية ثانية اللي هي هنيدة، سعتها التخزينية تقريبا 130,000 طن. في عندنا صومعة بالمنصورة، صومعة تنكية GSI، سعتها التخزينية تقريبا 10 أو 11,000 طن. وعندنا صومعة النور هي صومعة الجرنية. صومعة الجرنية ذات GSI سعتها التخزينية تقريبا 10,000 ل 11,000 طن. نبدأ بها صومعة البوعاصي، وضعها تقريبا ميكانيكيا ممتاز يعني وكهربائيا جيد، جاهزة. هي تقريبا نسبة الجاهزية بها تقريبا 60%. تفتقد لبعض الأمور مشان ترجع تشتغل من أول جديد، اللي هي مباني ملحقة وبعض التجهيزات الميكانيكية والكهربائية. يعني هاي تقريبا لازم يكون تجهيزها مكلف شوي، يعني يجوز يوصل للمليون أو مليونين دولار تجهيزها. نرجع بعدها عندنا صومعة هنيدة. صومعة هنيدة هي تعتبر من أكبر الصوامع الموجودة عندنا، يعني تحتاج بصراحة لشركة أنها تقوم بهذا العمل. الصومعة اللي ظلت عندنا صوامع بالنسبة لصوامع التنك اللي هي المنصورة والجرنية، الاثنين مدمرات تقريبا بنسبة يعني جزء تتجاوز 60%، وهن تنك، فالصيانة اللي راح تكون مكلفة وغير مجدية اقتصاديا، لأنه أنا أخزن بصومعة يعني قدرتها التخزينية ضعيفة 10,000 طن. فاليوم الحل البديل اللي لنا الوحيد يعني للمنطقة كمديرية زراعة احنا اللي شفناه، انه اما انه نسوي صيانة لصوامع البوعاصي ونخزن بيها، بما انه هي سعتها التخزينية كبيرة واقتصاديا تكون مجدية، انه نحن نصرف عليها مصاري ونخزن بيها، لان هي تخزن لنا والغير مناطق ممكن نخزن هنا. الشغلة الثانية انه ممكن احنا نسوي عراء ونخزن بالعراء بشكل اكداس. هذا الشيء زاد ممكن يكون سريع، وهذا الشيء يوفر علينا اجور النقل. موضوع الاكداس يوفر علينا اجور النقل، انه احنا ممكن نسوي اكداس باكثر من مركز. يعني ممكن احنا كل تجمع قرى ضخم نسوي به مركز ونسوي به اكداس ونجهز هذا الموضوع.